وقاعدة كده بقى في امان الله بكلم اختي، ببص لقينا الدنيا بتشتي. طيب اعمل ايه؟ اروح فين واجي منين؟ خلاص الجو محتاج حاجة واحدة بس، هو العدس الاصفر. مفيش كلام تاني ولا غنى عنه في الجو عندي نوت ربع كيلو من العدس. هنزل عليه كده على طول، وحضرت الخضار بتاعي الحمد لله، لان كانت كل حاجة متاحة عندي، يعني مش هنزل في النطرة ولا هتزحلق. جبت كده اهو بصلايه وقطعتها 4 تربع، وعندي كده اهو جزرتين حلوين، يعني حوالي ربع كيلو من الجزر. على فكره لما بتكتري الخضار في العدس بيبقى طعمه روعه يا بنات، وبيديكي كمان كميه مضاعفه للعدس، يعني ممكن تعملي حله عدس كبيره كده اهو بربع كيلو بس من العدس. قطعت كده الجزر بتاعي، وبعد كده هنزل فيه على العدس على طول. وبعد كده همسك بقى 3 طماطميات كده حلوين حمر، واروح نازله بيهم على طول على العدس. حابه تحطي بطاطس حطي، مش حابه تحطي بطاطس، انا ما حبيتش الصراحه ان انا احط بطاطس خالص. مسكت كده بقى العدس بتاعي، غسلته غسلتين 3، وبعد كده مليت الحله بتاعتي وحطيتها على النار عشان خاطر يتسلق كده وكل الخضار يستوي. بس طبعا حطينا 3 فصوص من الثوم، انا عندي الثوم بتاعي كان مفروم. انتي ما عندكيش الثوم المفروم هتقدري تحطي 3 فصوص من الثوم. بعد خلاص ما استوى معايا واتهرى الخضار كله، مسكت الهاند بلندر وضربت كل العدس بتاعي بالخضار بالهاند بلندر. انا هنا الهاند بلندر بينعم لي الخضار خالص. انت ما عندكيش الهاند بلندر وعندك الخلاط يقدر يستحمل السخونيه، تقدري تعمليه على طول. لو الخلاط بتاعك بلاستيك ما بيستحملش السخونيه، تقدري انك انت تسيبيه يهدى خالص، وبعد كده تضربيه عادي خالص في الخلاط. انا مش بحتاج ان انا اصفيه، عشان الهاند بلندر بيطلع لي كل الشوايب، وزي ما انتم ما شايفين كده اللهم بارك ما فيهوش شوايب خالص ولا في اي حاجه، يعني مش هحتاج ان انا اصفي العدس بتاعي. هبتدي بقى ان انا انقله كده على جنبه، وبعد كده هننزل بمعلقتين كده من اي ماده دهنيه عندك انتي بتحبي تستعمليها. هننزل كده برضو بصلايه حلوه كده كبيره فرمناها في قلب المفرمه. هنبتدي ان احنا نشوحها كده تشويحه بسيطه كده مع الماده الدهنيه بتاعتنا. بعد كده هننزل بقى بحوالي نص كوبايه من الشعريه. لو انت بتحبي الشعريه كتير تقدري تزودي، بس عامه نص كوبايه على الكميه اللي احنا عاملينها ديت حلوه جدا. هنبتدي بقى نقلب فيها لغايه لما الشعريه والبصل بتاعي يتشوح كده مع بعضيه ويديني اللون الاحمر، يعني يحمر بالظبط زي ما انتم شايفين كده اللون هو ده بالظبط اللون اللي انا عايزاه. خلاص كده البصل بتاعي اتحمر مع الشعريه. انا كده مش عايزه اي حاجه خالص غير ان انا هنحطه على العدس. الطشه ديت بقى يا سيدي على الطشه بتاعه العدس. هقلب كده بقى فيه، وبعد كده هنبتدي ان احنا ننزل عليه بالبهارات بتاعتنا. طيب البهارات بتاعتنا هنا عباره عن ايه؟ حاجات بسيطه جدا هحطها على العدس عشان خاطر ما يغيرش طعم العدس خالص. شويه فلفل اسود، هنحط الملح، سنه صغيره جدا من الكمون، وسنه صغيره جدا من البهارات. مش هنحتاج اي حاجه تاني خالص مع العدس. شويه كمان كزبره ناشفه، ده اساسي في العدس بتاعنا. وهنقلبه كده بقى وهنخليه لغايه اول ما الشعريه بتاعتنا تستوي كده. خلاص يبقى العدس بتاعنا خلص وبقبق معانا وبقى زي الفل. حمصنا كده بقى رغيفين عيش كده وهنبتدي ان احنا نقطع كده العيش بتاعنا في قلب البوله تقطيع كده صغيره. انا مسكت العيش بتاعي حمصته كده شويه علشان خاطر العدس كده لما بحمصه وبننزل كده بقى عليه بالعدس بيبقى خرافه. هننزل كده بقى بكام كبشه كده من العدس، وبعد كده بقى عايزين نعمل طشه خرافه. في نفس الطاسه اللي احنا حمرنا فيها هننزل بمعلقتين بالظبط من الزيت، وهنزل كده بفصين توم مفرومين، وهنبتدي ان احنا نشوحهم زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنطشهم بحبه من الخل، اكنك بتعملي بالظبط طشه التقليه بتاعه الفته. وهننزل بيهم كده بقى على العدس بتاعنا. صدقوني يا بنات هيوديه في حتة تانية خالص، واني ذواقة. وهنا بقى حابة تاكليه تعملي كده تسقية بالخل والثوم زي ما انا ما عملت، بيوديه في حتة تانية خالص. الطعم فعلا مزيكا يا بنات، حاجة كده سبيشال. بناكل بطاطين بتدفي بجد، ده مش مجرد عدس وخلاص، دي بطانية كده بتاكليها دفتك في عز الشتاء والمطر اللي احنا فيه. قرن فلفل حامي بقى، بصلايه خضراء، طماطميه مخلله. يا سلام بقى على الخس كده بقى لما نقعد ناكله،
وندخل سوائل كتير في جسمنا، لان احنا كده كده ما بنشربش ميه كتير في الشتاء. بصي عوضي جسمك بالخس والكابوتش واي حاجه فيها سوائل. ويا سلام كده بقى لما نمسك رغيف العيش الحلو المحمص ده وناكل ونغمز بالطريقه ديت. عندك طريقتين تاكلي بيهم العدس، طريقه ان انت تغمزي بالعيش المحمص، او طريقه ان انت تعمليه تسقيه. انا عن نفسي بحبه في اي حاجه، انا لو هاكله من الحله بموت فيه بجد. شويه عدس كانوا خرافه. اعملي العدس بالطريقه ديت واعمليها كده تسقيه ورشي عليها رشه الخل والثوم، وحطي كده بقى كمان عصره ليمون من فوق، هيوديه في حته تانية خالص. اعمليه وجربيه وقولي لي في الكومنتات.